حطم أبنائك بعدم اكتشاف مواهبهم وهواياتهم. الرسالة دي جات لي من ولد عنده 17 سنة، أثرت فيا ونبهتني لحاجة في بعض الآباء والأمهات بيعملوها وهم مش واخدين بالهم قد إيه ممكن تحطم ولادهم. بيقول أنا الابن الكبير وعندي أخت وحيدة، وزي ما حضرتك عارفة تربية الابن الكبير ده الأهل بيحاولوا يطلعوه ماشي على الصراط المستقيم. فأهلي من وأنا صغير مهتمين جدا بدراستي وبإني ألعب رياضة، وكنت ماشي فيهم تمام لحد ما على سن 11 سنة كده ابتديت أحب التصوير جدا. كنت بمسك الموبايل وأصور وكل الناس تقولي قد إيه عينيك فنية وصورك بتطلع جميلة، وبقيت أنا المصور الرسمي في أي تجمع عائلي، وطبعا أصحابي بيخلوني أنا اللي أصورهم على طول. ابتديت كمان أصور فيديوهات بسيطة ومنتجها على الموبايل بأقل الإمكانيات ببرامج مجانية، بس النتيجة كانت بتبقى حلوة جدا. مشكلتي حصلت لما ابتديت أطلب من أهلي إنهم يساعدوني أهتم بالموهبة دي. أنا كنت صغير حتى مش عارف المفروض أهتم بيها إزاي، كنت متخيل إنهم هيفرحوا بيا، لكن لقيت ماما بتقولي حاضر حاضر ومش بتعمل أي حاجة، وبابا بيقولي حبيبي دي هواية عادية مش محتاجة يعني أي اهتمام مخصوص، انت فاكر نفسك هتطلع بيكاسو ولا ايه؟ اتصدمت وفقدت اهتمامي بالموضوع. عادي كملت تصوير، بس ما بقتش اهتم ان الصور تطلع حلوة ولا اني اطور نفسي زي زمان. بس لما كبرت واستوعبت اتضايقت جدا، لاني عرفت اني كان ممكن فعلا اهتم بالموهبة دي وابقى مصور ولا مدير تصوير كبير في التلفزيون ولا في السينما واشارك في اعمال مهمة وقيمة. انا فعلا متضايق، ولغاية دلوقتي لما بشوف مسلسل ولا فيلم حلو بتأثر وبتصعب عليا نفسي وبقول ليه أهلي ما ساعدونيش. أنا كان ممكن أشارك في أعمال فنية ضخمة لأني عارف إني قادر، وكان نفسي أهلي ما يهملوش موهبتي من وأنا صغير. ليه بعض الأهالي بيهملوا الاهتمام بمواهب وهوايات ولادهم؟ ل3 أسباب. أول سبب الجهل بأهمية الموهبة أو الهواية. بعض الأهالي بيحسوا إن الموهبة أو الهواية دي حاجة جانبية مش مهمة نعملها جنب الدراسة وخلاص، مش حاجة أساسية نسعى ونبذل مجهود إننا ننميها ونطورها، فمش بينتبهوا قوي لمحاولة اكتشاف مواهب الولاد من وهم صغيرين. وتاني سبب الجهل بطريقة اكتشاف الهواية. من تعاملي مع أمهات كتير بعضهم ما بيبقوش عارفين إزاي أصلا أكتشف الموهبة أو الهواية اللي عند ابني أو بنتي. فوارد جدا إن لو مفيش حاجة واضحة قوي إن ابني أو بنتي موهوبين فيها ممكن ما بقاش عارفة أكتشف الموضوع ده إزاي. وتالت سبب خطير جدا لعدم تقدير أهمية الهواية والموهبة في المستقبل. بعض الأهالي بيبقوا شايفين ولادهم موهوبين في حاجة أو عندهم هواية متميزين فيها، بس ما بيهتموش بالموضوع ده بشكل كافي عن نية طيبة، بس على أساس إنها حاجة مش هتنفع ولادي في المستقبل. لكن الحقيقة إن العكس صحيح. أنا لما أشوف ابني أو بنتي موهوب في حاجة أو عنده هواية متميز فيها ممكن الموضوع ده يبقى ليه تأثير إيجابي جدا على مستقبله وحياته العملية كمان. ايه هي التبعات السلبية؟ هل فعلا ممكن لو ما اكتشفتش موهبة او هواية ابني وبنتي وما اهتمتش بيها وما نمتهاش يبقى ليها اثار سلبية عليهم وممكن تحطمهم فعلا؟ دكتور بول سي هولينجر المحلل النفسي للاطفال والمراهقين بيجاوب على السؤال ده في مقالة اتنشرت على موقع سايكولوجي توداي. بيقول اننا كأهل لما نكتشف مواهب وهوايات ولادنا ده ليه تأثير ايجابي على مدار حياة ولادنا، بالذات في الثقة بالنفس في اتخاذ القرار. يعني ايه؟ بيقول اني لما ساعد ولادي من وهم صغيرين اني اخليهم يكتشفوا هم موهوبين في ايه او شاطرين في ايه وبيحبوا ايه، الطفل بيحس ان هو مهم وانه عنده رأي وبيشغل مخه عشان يفكر بيحب ايه وما بيحبش ايه، ايه بيسعده وايه بيتعسه، ايه هو شاطر فيه وايه هو مش شاطر فيه. فده هيساعده لما يكبر انه يعرف يقرر حاجات من نوعية ادخل علمي ولا ادبي، ادخل كلية ايه المواد اللي ادرسها. وبيساعده كمان بعد كده في قرارات اختيار الشغل وحتى قرارات اختيار شريك الحياة. ثانية واحدة، الحتة دي أول لما قريتها نورت في عقلي لمبة كده، وربطتها بشكوى متكررة بتجيلي من أمهات كتير. بعض الأمهات بتشتكيلي من ولادها المراهقين في حاجتين. أول حاجة تقولي مثلا ابني ما عندوش هوايات، مفيش حاجة معينة بيحبها، وفي نفس الوقت تقولي ما بيعرفش ياخد قرار، لدرجة انه وصل ثانوية عامة مش عارف يختار علمي ولا ادبي، ما عندوش ادنى فكرة يدخل كلية ايه اصلا ولا حتى مجال عامل ازاي. فمعنى كلام دكتور بول اني لما اعود ابني وادربه من وهو صغير على موهبة او هواية هو بيحبها وشاطر فيها، ده هيساعده لما يكبر في عملية اتخاذ القرار. والعكس صحيح، لو ما ساعدتوش من وهو صغير هيبقى فيه حاجتين سلبيتين هيحصلوا. اول حاجة ضعف الثقة بالنفس، لان الهوايات والمواهب بتعمل انجاز
وبتخلي الناس تمدح الواحد، فدي بتقوي ثقة ولادنا في نفسهم. وده بصراحة أنا لمسته من تعاملي مع مراهقين كتير. الولد أو البنت اللي شاطرين في حاجة وموهوبين فيها وأهلهم ساعدوهم ينموا الحاجة دي، جربي كده تفتحي معاهم الموضوع، هتلاقي وشهم نور وأشرقوا كده وبيتكلموا على الموضوع بمنتهى الحماس والشغف وبمنتهى الطلاقة والثقة بالنفس. والعكس صحيح مع اللي أهلهم ما ساعدوهمش ينموا موهبتهم أو هوايتهم. والحاجة التانية وجود مشكلة في مهارة اتخاذ القرار، لأني كأم ما دربتش ولادي إن هم يفكروا بيحبوا إيه وما بيحبوش إيه وشاطرين في إيه ومش شاطرين في إيه، فلما يكبروا ويحتاجوا المهارة دي في حاجات مهمة ومصيرية ممكن جدا يبقوا مفتقدينها، لأن ببساطة هم هيعرفوا يقرروا إزاي إذا كانوا مش متعودين من وهم صغيرين يفكروا هم بيحبوا إيه وما بيحبوش إيه أصلا. طب اصلح الموضوع ده ازاي؟ وايه هي الطرق اللي اقدر اكتشف بيها مواهب وهوايات ولادي؟ هقول لحضرتك 3 حاجات. اول حاجة اسمها طريقة الابن القائد، ودي طريقة بيقترحها دكتور ستانلي جرينسبان الباحث في الطفولة. بيقول لنا على لعبة كده نعملها مع اولادنا من وهم صغيرين، اللي هي ايه؟ نقعد كل يوم من ربع ساعة لتلت ساعة مع اولادنا الصغيرين ونلعب معاهم، بس بشرط نقول لهم انتوا اللي تقولوا لنا نلعب ايه ونلعب ازاي. فساعتها هتلاقي ابنك مثلا بيقولك تعالي نلعب كوره، بنتك تقولك عايزه اقعد ارسم والون، فدي ممكن تبقى مؤشر كده لاهتماماتهم وهواياتهم او الحاجه اللي هم موهوبين فيها. واللعب بالطريقه دي كمان بيعزز جدا ثقه الولاد في نفسهم، لان بيحسسهم ان هم القاده، هم اللي بيقرروا نلعب ايه ونلعبه ازاي، مش بس على طول بينفذوا اللي اهلهم بيطلبوه منهم وخلاص. وتاني طريقه الملاحظه، وهشارك حضراتكم بحاجه. عندي ولد جاري في الشارع عنده حوالي 11 سنة، كل يوم يرجع من المدرسة يمسك عصايتين ويلف على الشجرة اللي في الشارع يطبل عليه ويعمل ألحان. نفسي أشوف مامته أقول لها لو سمحتي أرجوكي علميه درامز ولا دخليه حاجة إيقاعية، لأن الولد واضح جدا إن عنده موهبة في الحتة دي. فلازم الأهل يبقى عندهم العين الملاحظة الثاقبة كده اللي ممكن تستشف من التصرفات اللي تبان عادية أو حتى تبان شقاوة من ولادي إنها تلفت نظري إن دي ممكن تبقى موهبة أو هواية عنده. وهنا هقترح على حضرتك حاجة كمان، إن لو سمحتي خلي عندك شوية مرونة. يعني مثلا بدل ما الأمهات تشتكي لي إن ولادها بيتفرجوا على الأنمي اللي هو الكرتون الياباني ده 24 ساعة، طب ما تستغلي الحكاية دي إن هو يتعرف على الحضارة اليابانية. لو إمكانياتكم تسمح وديه يتعلم كورسات ياباني، أو لو ما تسمحش خليه يتعلم من خلال فيديوهات يوتيوب مثلا. نفس الحكاية البنات بالذات اللي بيسمعوا الأغاني الكورية وبيسموا نفسهم الأرمي بتوع الباندز والحاجات دي، ما تخليها تتعرف على الحضارة الكورية وتثقف نفسها عشان تفتحي عقلها وتوسعي مداركها بدل ما تتخانقي معاها على الموضوع ده على طول. واخر طريقة المحاولة والخطأ. لو ما فيش حاجة واضحة بتقول لنا على هواية ولادنا او مواهبهم، نحاول ندخلهم حاجات فنية شوية، حاجات رياضية شوية، واي حاجة متنوعة لحد ما حاجة تلقط، وساعتها اركز على الموهبة دي وانميها واكبرها. وربنا يعلمنا كل حاجة فيها خير لولادنا يا رب. سلام عليكم.